بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا في المدارس لازم كده حاجة خفيفة، بيتزا الأطفال طبيعي كلها بتحبها، يعني حاجات خفيفة كده وفي نفس الوقت فيها حاجات مغذية. كل مكوناتها مغذية ومضمونة ومعمولة في البيت، أحسن من اللي بتشترى جاهزة. تشوفوا ما شاء الله أنا عملت يعني 4 أنواع، يعني أربع بيتزات. فما شاء الله، يعني نقول بسم الله ونبدأ مع بعض كده ونشوف اتعملت ازاي. هنجيب حوالي كيلو أو كيلو وشوية دقيق، على معلقة سكر، وهنجيب دلوقتي حوالي معلقة صغيرة ملح، وهنحط الخميرة بتاعتنا، معلقة كبيرة، معلقة كبيرة خميرة اللي هي باكو خميرة. وهنجيب نص معلقة مبودر، ونص معلقة محسن أو ربع على حسب المتاح عندك. انا الصراحة حطيت ربع معلقة مبودر ونص معلقة محسن، لان انا بحب المحسن اكتر، يعني مع ان هما الاتنين واحد، مفيش فرق بينهم. يعني لو عندك ده واستغنيتي عن ده مفيش اي مشكلة، بس انا بفضل المحسن. ونقول بسم الله ونقلب مع بعض كده. دلوقتي بقى عاوزة تحطي زبادي مفيش اي مشكلة، عاوزة تحطي لبن رايب مفيش اي مشكلة، عايزة تحطي لبن عادي مفيش اي مشكلة، عاوزة تحطي لبن بودر وتقلبي بمية برضو مفيش مشكلة. انا هنا حطيت لبن رايب، هنا حطيت لبن رايب وحطيته وهنقلب كده خفيف. انا هقلبها كلها بلبن رايب، مش هضيف مية خالص. هنفضل نقلب نزود ونقلب. وبعد كده هنزودها في الاخر زيت ونعجنها كويس، اهم حاجة العجن. وهنلفها كده بالزيت، يعني نبل ايدينا زيت ونغطيها ونحطها. وانا غطيتها دلوقتي بقى بورق استرتش وسبتها خالص لحد ما خمرت ومع نفسها كده. يعني لو انتوا وصلتوا معايا لحد دلوقتي وعجبتكوا، يعني ياريت اللايك، معلش. وبعد كده هنجيب الصواني بتاعتنا نفرد فيها العجينة البيتزا بتاعتنا. والصلصة احنا ما فيش فيها اي حاجة، باكوين صلصة، وحطينا عليهم البهارات بتاعتنا، شوية زيت، والبهارات بتاعتنا توم باودر وبصل باودر والملح، وياريت سنة سكر صغيرة، سنة صغيرة، والكمون لو انتي مش عاوزة خلاص، يعني بالبهارات اللي انتي عاوزاها. وهندهن كده بالفرشة بتاعتنا جميع الصواني يعني الصواني، او على حسب الصينية بتاعتنا هندهنها. نشوف بقى الحشوات بتاعتنا ايه. ده كانت حتة فرخة مسلوقة في الفريزر، وده كان بواقي عندي شيش طاووق، وده بواقي برضو لحمة معصجة. يعني شوفوا تخيلوا انتوا عملت 4 بيتزات من بواقي الأكل، وهتبقى تنفع في المدرسة وتبقى مغذية وكل حاجة. الأولانية دي كانت شيش طاووق، ودي المسلوقة الفراخ المسلوقة العادية، ودي اللحمة المفرومة. وعملت واحدة بالخضار، بس خضار وجبنة موتزاريلا. دي اللحمة المفرومة الأولانية فراخ، دي اللحمة المفرومة. والشيش طاووق هي كده كده عليها الفلفل والطماطم وكده، وانا زودتها. شوفوا ما شاء الله، يعني بعد ما دخلتها وسويتها شوفوا ما شاء الله شكلها. انا عايزاها. ودي بقى شوفوا دي السادة اللي بجبنة وخضار بس، من غير اي حاجة. انا يعني انا حاملة دي ليا انا، السادة دي انا بحبها كده. اسفة جدا. ما شاء الله، يعني ما شاء الله. آه ما هياش فيها اي افتكاسات،
وسهلة جدًا، 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 جدًا. شوفوا ما فيش بعد كده. شوفوا هشة جدًا والجبنة بتمُط معانا وهي هشة وطرية العجينة كده طرية وهشة ومش ناشفة وأسفنجية بطريقة فظيعة. لا تقولوا لي بقى لأ عليها بيض، لأ مش عارفة إيه، لأ أنا ما باحبش كده. تشوفوا ما شاء الله من تحت تسويتها تمام جدًا، من تحت ومن فوق، يعني ما شاء أنا كلتها. اللي اترفعت دي كلتها. تحسي إن أنتِ فينو كده، تحسي إن هي فينو معاكِ، طرية جدًا وهشة وما هياش ما هياش يعني مش ناشفة كده، يعني هتبقى حلوة وهتبقى حلوة جدًا، يعني هتبقى حلوة. وكمان بقى لو أنتم عملتوها mini بيتزا صغيرة تنفع لللانش بوكس للمدارس لكده. ده ال4 يعني ال4 أنواع وربنا يصلح ما بين إيدينا وإيديكم.